استاذ عمر، انتوا ايه النهارده بتعملوا ايه؟ النهارده عاملين سلسله بشريه. النهارده عاملين سلسله بشريه باديه من اسكندريه ان شاء الله لحد اسوان. تمام. واقفين من الساعه كام؟ واقفين من الساعه 4 لحد الساعه 6. ده هتبقى كل يوم ولا؟ لا ده النهارده بس كده. النهارده بس؟ النهارده. طب انتوا ما اعلنتوش عنها قبل ما تنزلوا؟ لا احنا معلنين بقالنا باسبوع دلوقتي، سواء على المواقع بتاعتنا وعلى القنوات الخاصه، ولكن هو احنا عشان احنا بنتهاجم من كل الاعلام، فطبعا حدث زي ديت ما ينفعش الاعلام المصري يجيبونا وينسبوا لينا يعني، ولكن هو الاعلام المصري هيشيل طبعا السلبيات ان احنا مثلا ضيقنا الطريق وقفنا عجز المرور، انما حدث زي دي ما يجيبوش طبعا. تمام. طب انا عرفت ان انتوا الحدث ده بيتذاع تلفزيونيا، ده مظبوط؟ هو الحدث دي ان شاء الله احنا لينا المواقع بتاعتنا الخاصه والقناه بتاعتنا، هم دول اللي هيعرضوه ان شاء الله. استاذ عصام، ايه راي حضرتك في اليوم النهارده؟ انا اخوك عصام محمد مصطفى، انا السيد النائب بتاع العداله الاستاذ محمد عبد الكافي، واللي بنشوفه من كتر الهجوم على الاخوان انا قربت من كتر الهجوم ان انا اصدق ان الناس دول كده، مع ان منهم انا قربت اصدق، لان المواطن الغلبان الفلاح اللي ما بيشوفش غير التلفزيون بيصدق. اول مره احنا حبينا نظهره ان احنا مش ناس تعبانين، واحنا 60 يوم اللي هم حصلوا في البرلمان او 100 يوم لحد دلوقتي، والانجازات ما بتنعرضش زي الناس على التلفزيون. حتى القناه بتاعتنا بتاعت صوت الشعب اللي في مجلس الشعب يمكن بتهاجمنا، وان شاء الله النصر قريب على ايد محمد مرسي، واحنا بنقول له دول 4 سنين لا هم اكتر ولا اقل، وهنشوف حصاد 4 سنين هيكون اكتر من 30 سنه فاتهم ولا مش هيكون اكتر من 30. انا ان شاء الله دي بشرى للشعب المصري ان ال4 سنين الجايين هيكونوا احسن 4 سنين في تاريخ الشعب المصري ان شاء الله. هترشح مين يا استاذ عصام؟ حبيبي واخويا محمد مرسي. شكرا. اتعرف بحضرتك؟ حسام محمد علي. ايه يا استاذ حسام، حضرتك واقف هنا من امتى؟ واقفين من الساعه 4 بالظبط. من الساعه 4؟ ديت السلاسل البشريه ديت من فين لفين؟ من اسكندريه ان شاء الله لاسوان. من اسكندريه لاسوان. وعلى فكره النهارده موسوعه جيمس ان شاء الله بتصور. والله؟ ده النهارده ان شاء الله دي هتبقى اطول سلسله بشريه. اطول سلسله بشريه. ان شاء الله تدخل موسوعه جيمس ان شاء الله تكمل على خير باذن الله. هننتخب مين يا استاذ؟ هتنتخب مين؟ يعني بدون تعرف بيك يا حاج؟ اسمك يا حاج؟ نعم. اسم حضرتك؟ محمود شرف، محمود عبد الملك شرف. واقف من هنا من امتى يا حاج محمود؟ نعم. واقف من امتى؟ اول ما جيت بدأ العصر وقفت. هما ساعتين النهارده؟ ايه؟ ساعتين؟ ساعتين 3 دلوقتي واقفين. يعني مش فارقه معاك يعني؟ طلبوا لكم طب اكل ولا ايه؟ نعم. طلبوا لكم ماشي يا حبيبي. زي اللي بيقول بيقبضوا واحد معدي يقول انت بيقبضوكم. ما انا برضه قلت شفت انت لازم تقول بابا بيقبضوك. انا ولا جاي يصرف على نفسهم. هتنتخب مين يا حاج؟ نعم. هتنتخب مين؟ محمد مرسي. ماشي يا حاج، شكرا.
ان شاء الله. اتعرف بيك؟ هاني من حراوي. ازيك يا استاذ هاني؟ واقف من امتى هنا يا استاذ هاني؟ الساعة 4 بالظبط. الساعة 4؟ بتحب الدكتور محمد يعني؟ ان شاء الله ينجح ويشرف مصر ان شاء الله. ماشي يا استاذ، شكرا. اتعرف بحضرتك؟ هاني محمد آدم. ازيك يا استاذ هاني؟ ممكن تشرح لنا اليوم ده النهارده عباره عن ايه؟ النهارده عبارة عن دعاية لمرشحنا دكتور محمد مرسي، عبارة عن سلسلة بشرية بتمتد من اسكندرية إلى أسوان إن شاء الله. تمام. هو في من الساعه كام يا استاذ هاني؟ من الساعة 4 إن شاء الله للساعة 6. من 4 ل 6. من 4 ل يوم 6. واحد ولا كذا يوم؟ لا هو النهارده إن شاء الله. النهارده بس؟ إن شاء الله. طب انت عارف ان حضرتك ان موسوعه جينيس بتتصور؟ إن شاء الله. عندك امل ان دكتور محمد ان شاء الله يكسب؟ نتمنى ان احنا نكسب الاول في الرئاسه، والدكتور محمد ان شاء الله يفوز من الجوله الاولى، وان شاء الله ندخل الموسوعه تمام باذن الله. في اي ايام تانية ممكن برضو تفكروا بيها في كده؟ ممكن يبقى فيه في المستقبل، ممكن يبقى فيه في المستقبل، او ممكن يبقى فيه قريب مثلا كنوع من الدعايه، خاصه ان مصر مش متعوده على النوع ده من الدعايه للمرشح للرئاسه، لان ما كانش فيه انتخابات قبل كده بالنسبه للرئاسه. هترشح مين يا استاذ هاني؟ باذن الله دكتور محمد مرسي. هترشح مين يا استاذ؟ لا هترشح مين؟ محمد مرسي. ليه؟ عشان راجل مرتاح، وراجل محمد مرسي يعني راجل كويس، وراجل مهندس يعني. عندك خلفيه مين صاحب فكره السلاسل البشريه دي النهارده؟ نعم، لكل المسلمين كلهم. لكل المسلمين، مش فرد واحد. هترشح مين؟ محمد مرسي ان شاء الله. محمد مرسي هو رئيس الجمهوريه. محمد مرسي ان شاء الله. اتعرف بحضرتك؟ لا حماده سعيد. استاذ حماده، حضرتك واقف من الساعه كام؟ عباره عن ايه السلاسل دي؟ كده بشريه من اسكندريه لاسوان. من اسكندريه لاسوان. هتخلص الساعه كام؟ تخلص الساعه كام؟ 6. الساعه 6؟ 6 حضرتك من مؤيدين دكتور محمد؟ ايه الاسباب؟ الاسباب ان احنا دكتور محمد الوحيد اللي ايه؟ الوحيد اللي صرح ان هو هيطبق الشريعه الاسلاميه مع مشروع النهضه، ده مشروع حضاري ومشروع هينفع الامه كلها ان شاء الله. تمام. ونحن ان شاء الله نؤيده. وربنا عز وجل يقول الحق وحق ان يتبع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق وحق ان يتبع. انا مش هتبع واحد بمجرد ان حزب دعمه ولا لا، نحن نتبع الحق اينما صار، ولا نتبع اشخاصا. نحن بنتبع حق ولا نتبع اشخاصا، فان كان الحق مع محمد مرسي اتبعناه، وان كان مع غيره اتبعناه. حضرتك من هنا من البحيره؟ من حشيش. من حشيش. شكرا يا فندم. اتعرف على حضرتك؟ استاذ استاذ يسري ابو عرب.
ممكن تشرح لنا يا استاذ يسري حضرتكم واقفين من امتى؟ احنا واقفين هنا من العصر. ايه عباره عن ايه الفكره دي؟ والله رساله بنوصلها للناس ان احنا بندعم مشروع النهضه مع الدكتور محمد مرسي. بندعم مشروع النهضه مع الدكتور محمد مرسي. نقول للعالم ان الشعب المصري كله عايز النهضه، مشروع النهضه كمرجعيه لينهض بينا بمصر ويرجعها لعزتها. تمام. استاذي حضراتكم واقفين لحد الساعه كام تقريبا؟ ان شاء الله من الساعه 6 للساعه 4 لحد 9:30. هي تبتدئ من الاسكندريه الى اسوان. من اسكندريه الى اسوان. اسوان ان شاء الله 1200 كيلو، اطول سلسله بشريه لتأييد مرشح في العالم كله. تمام. باذن الله تعالى. حضرتك هتنتخب مين؟ بالتاكيد. وحضرتك؟ عايز ايه بالظبط؟ نعم. عايز انتخب مين؟ اللي حضرتك تقول عليه. الدكتور محمد مرسي. شكرا. ماشي.